مين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت متجوزة مشرك واللي كان بينهم قصة حب كبيرة، وليه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، وازاي المسلمين أسروه أكتر من مرة، واللي كانت دايما بتلحقه زوجته، وهل في الآخر دخل الإسلام ولا لأ؟ جهز نفسك عشان هحكي لك أعظم قصة حب من بيت النبوة. السلام عليكم. الحكايه بدات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اتقدم ابو العاص للزواج من السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن خالتها. ابو العاص راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه انه يتجوز بنته الكبيره السيده زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا مرحب، بس قبل اي حاجه استاذن منها، ياخد رايها يعني. وده النبي صلى الله عليه وسلم متخيل انه كان بيشور بنته لعل يكون قلبها متعلق بيه فما يرفضوش ويظلمها، ولا تكون مش عايزاه ويجوزها غصب عنها وكده برضه يكون ظلمها، لان كان ساعتها من باب اولى البنت بتتجوز ابن عمها. المهم جالها النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في ودنها بصوت واطي وقال لها ان ابو العاص ابن خالتك طالب ايدك للجواز، ايه رايك؟ فابتسمت حتى احمر وجهها رضي الله عنها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انها موافقه، واتجوزوا فعلا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. جواز ابو العاص للسيده زينب كان مسبب شويه غضب لبعض الناس، لان زي ما قلت لك في الاول كان من باب اولى انها بتتجوز من ولاد عمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يرد عليهم ويقول لهم استاذنتها ووافقت، خلصنا مفيش كلام تاني. وحصل الزواج فعلا وكانوا من اسعد الناس. السيده زينب وابو العاص بعيدا عن القرابه اللي كانت بينهم، الا ان كان في بينهم ألفة وحب كبير، وده اللي هتشوفه اكتر واكتر كل ما ندخل في الحكايه. المهم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش بتحاول تاذيه بكل الطرق الممكنه، ومن ضمن الطرق اللي لجأوا ليها عشان يأذوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بناته. كانوا دايما يقولوا ردوا عليه بناته، يلا بقى خليه يدور على حد يتجوزهم. النبي صلى الله عليه وسلم اتحمل كل الوان الاذى عشان يجي لنا بالدين ده، وبالفعل بداوا ينفذوا اللي اتفقوا عليه. على سبيل المثال عتبه زوج ام كلثوم راح للنبي صلى الله عليه وسلم ومسكه بقوه. في بعض الروايات بتقول ان جلابيه النبي صلى الله عليه وسلم كادت ان تقطع من قوه المسك، وقال له كده بالظبط: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا احب. وعتيبه هو الثاني، امه قالت له بالنص كده: طلق ابنة محمد واختر ما شئت من فتيات قريش وزوجتك اياه. فطلق هو كمان السيدة رقية رضي الله عنها. مين بقى اللي فاضل؟ ايوه، ابو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب رضي الله عنها. في الفترة بتاعت نزول الوحي واللخبطه اللي كانت حاصله في قريش على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هو في الوقت ده بالتجاره بتاعته في الشام، وزوجته السيده زينب كانت منتظره رجوعه بفارغ الصبر، وفي نفس الوقت خايفه من رده فعله لما يعرف انها اسلمت، وخايفه كمان ان ابوها يطلقها منه لان بينهم اطفال وحب كبير وعشره، فخايفه ان كل ده يروح لما يرجع ويعرف الموضوع. المهم لما رجع ابو العاص لقى ان قريش مش زي ما كان سايبها، شاف ناس عماله تتعذب يمين، وكبار قريش قاعدين على جنب بيتفقوا في حاجه غلط. ولما وصل عند امه وعرفته كل حاجه، طلع بعدها على زوجته السيده زينب وعرف انها اسلمت. هو سمع الموضوع من هنا وبقى عامل زي الوحش الكاسر، خرج وقفل الباب وراه جامد وهو غضبان لانه بقى بين نارين دلوقتي، زوجته واولاده وابوها اللي جاب دين جديد، وفي الناحيه التانيه دينه ودين اجداده، واللي زاد وغطى على كده لما عرف بطلاق اخواتها وانه لازم هو كمان يطلقها. الموضوع كان صعب جدا عليه. رجع البيت غضبان وقال للسيده زينب: والله لا اؤمن بابيكي ولا برسالته. وطلع بقى بره لقريش وهم مستنيينه طبعا بقى عشان يطلقها، كان هو اللي ناقص ساعتها، وبأعلى صوته ونادى فيه: والله لا أفارق صاحبتي ولا يعوضني عنها أي امرأة في قريش. فجرها في وشهم، وأنا مش هسيب مراتي وعيالي علشان آلهة وجنة ونار والكلام بتاعكوا ده. الغضب كان لسه متملك منه، وفي رجعته للبيت شاف عياله الاتنين واقفين عند الباب وبصين له. أول ما شافهم ابتسم وراح شايلهم تحت ايده ورايح للسيدة زينب وقال لها: لا ينال ما بيننا يا زينب، انت تكوني على دينك وانا على ديني، يعني مش هنتفرق. قالت له: على مهلك يا صاحبي. زينب: لن تكون حلا لك وانت على ذلك الدين، اسلمني الى ابي او امن معي. انت متخيل؟ يعني احنا ما ينفعش نعيش مع بعض دلوقتي، سلمني لابويا او اسلم معانا. ما ردش عليها وقتها، وكانت نيته واضحه زي الشمس انه مش هيسيبها. وهي لما حست منه كده راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بصوت فيه استعطاف: يا ابي اتأذن لي ان ابقى مع زوجي وابنائي؟ قلبه كان بيتقطع صلى الله عليه وسلم، ما كانش عايز يسيب في مكة نقطة ضعف له، خايف انها تتأذي في يوم من الايام وما يعرفش يعمل لها حاجة، وما كان عليه غير انه ودعها واستودعها عند ربنا، واذن لها انها تفضل مع جوزها وعيالها. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اهل قريش كانوا عايزين يخلصوا عليه، خايفين لحسن الدعوة دي تفضل تتوسع كده وناس كتير تآمن بيه
وفي يوم من الأيام يخلص هو عليهم. وفعلا حشدوا الصفوف، واللي كان من ضمنهم أبو العاص. والسيدة زينب كان قلبها بيتقطع، هنا جوزها وحبيبها وأبو عيالها، وهنا حبيبها وحبيبنا كلنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أبو العاص ودع أولاده قبل المعركة. السيدة زينب ساعتها مسكت بنتها وحضنتها وقالت لها جملة صعبة جدا جدا جدا. قالت لها: يا بنيتي، لن يطلع علينا شمس هذا اليوم إلا وأحدنا يتيم، يا انا مات ابويا يا انت مات ابوكي. وبعد انتظار طويل للسيده زينب دخلت عليها عمتها تبشرها بانتصار ابوها في غزوه بدر. السيده زينب اول ما سمعت الخبر نزلت سجدة شكر لله، ولما رفعت راسها سالت: وزوجي، جوزي جراله ايه؟ عمتها طقطقت راسها في الارض. فحست السيده زينب ان الكلام اللي قالته لبنتها امبارح طلع صح، فسألتها بكل حزن: أمات أبو العاص؟ قالت لها: لا، ما ماتش، بس وقع أسير في إيد المسلمين. على الناحية التانية بقى كان سيدنا محمد بيستشير أصحابه، بيستشيرهم إزاي يستفادوا أكبر استفادة ممكنة تعين الدولة الإسلامية في بدايتها، ورسيوا على حل الفدية. باختصار خالص، الأهل اللي ليهم ابن وقع في الأسر يدفعوا فدية للمسلمين، والمسلمين يطلقوا سراحه. لما خبر الفدية وصل مكة، السيدة زينب رضي الله عنها نادت على أخو زوجها عشان تديله الفدية اللي هتفدي بيها جوزها. ودي من المواقف اللي هتوريك قد إيه حب السيدة زينب لزوجها أبو العاص، مش عشان هتدفع له أي فدية كده والسلام. أنا عايزك تعرف الأول إيه هي الفدية اللي هتدفعها، وإنت بنفسك هتعرف مدى حبها لزوجها أبو العاص. المهم لفت الفدية دي في كيس صغير كده واديته لاخو جوزها، وقالت له: خذ هذه الفديه واعطيها لابي. اخوه استغرب: ايه الفديه اللي ملفوفه في كيس صغير دي؟ الفديه دي بيبقى رقم كبير من المال. قالت له: لا عليك، خذها فقط لابي وقل له كما قلت لك. وفعلا اخوه خد الكيس واتجه نحو المدينه. اول ما دخل المدينه سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، راح له المسجد وقال له: هذه فديه ابو العاص ابن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد جنب الصحابه خد منه الفديه، فتح الكيس من هنا وطلع الحاجه اللي كانت في الكيس، وفضل يبكي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي في الكيس؟ قلاده، او خلينا نسميها عقد. العقد ده كانت السيده خديجه اهدته للسيده زينب قبل وفاتها، يعني زي ما بنقول كده حاجه من ريحه الحبايب. المهم رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن أصحابه في إنهم يفكوا أسر أبو العاص، واستأذنهم كمان إنهم يرجعوا القلادة دي للسيدة زينب. فوافق المسلمين على طلب حبيبهم صلى الله عليه وسلم. أطلق سراح أبو العاص واداله القلادة، وقال له: قل لزينب ألا تفرط في قلادة خديجة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم راح منادي على أبو العاص وقال له: إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ ابو العاص طبعا في موقف ضعف وصعب جدا، ولو ادى وعد للنبي ساعتها لازم يوفيه. المهم قال له: نعم ابشر، ساردها الي. طبعا بيقول له كده وهو بيتقطع من جواه. المهم وهو داخل على مكه كانت زوجته السيده زينب مستنياه وطايره من الفرحه. بس لاحظت انه لما دخل عليها مش فرحان، والزعل كده باين على وشه. في الطبيعي ان لما يكون واحد في اسر ويتفك من الاسر ده بتبقى الدنيا مش سايعاه. المهم بعد ما دخل البيت فضلت ترحب بيه وتحاول تتكلم معاه، وهو برضه باين على ملامحه الحزن والزعل. فضلت مصرة انها تتكلم معاه، وقالت له: ما لك يا ابن الخالة، او قلل احد من شأنك؟ بص لها بكل حزن وقال لها: عودي الى ابيك يا زينب، فقد اعطيته وعد ان اردك اليه، يقول ان الوحي امره ان يفرق بين مسلمة وكافر، فعودي الى ابيك يا زينب. هي برضه كانت متألمة جدا، مش عايزة الحكاية تخلص كده. طول ما هي معاها تحاول انها تدخله الاسلام، لكن حست ان ده الصح وامر من النبي صلى الله عليه وسلم ووحي من السماء. جهزت كل حاجتها وبقت جاهزة انها تسافر للنبي صلى الله عليه وسلم. ابو العاص بقى ما كانش قادر على وداعها ولا فراقها، فنادى على اخوه عشان يوصلها للرسولين اللي واقفين على مشارف مكة. كانوا زيد بن حارثة وواحد من الانصار. بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم معاه عشان يجيبوا زينب. المهم قال لاخوه: خدها انت ووصلها للرسولين اللي محمد بعته. قال له: يا اخي انك تعلم مكانتها في قلبي، وانك تعلم انه يصعب علي فراقها، وانك تعلم انها تبلغ عندي ما لم تبلغه اي امرأة في قريش، فاحفظها وارعاها رعاية الحرمات. اخوه قال له: ابشر، وخدها فعلا ووصلها للرسولين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بنته استقبال عظيم جدا، وفضلت بعدها 6 سنوات كاملين منفصل عن جوزها، لا هو يعرف عنها حاجة ولا هي تعرف عنه حاجة. هي كده في الدين اكنها مش متجوزة، وان يحل لاي واحد تاني انه يخطبها ويتجوزها. وفي الفترة دي كان عمال يتقدم لها خطاب وترفض، فلان يتقدم وترفض، وفلان يتقدم وبرضه ترفض. وفي اواخر السنة السادسة حصل اللي ما كانش متوقع. لو المؤلف اللي بيكتب القصة دي مش هيطلعها بالشكل ده. وهو راجع بتجارته من الشام لأهل قريش، واللي بالمناسبة كان معاه مال كتير لأهل قريش في التجارة بتاعته، وهو راجع هجم عليه مجموعة من المسلمين، هرب منهم ومرضيش يهرب على قريش، ما هو أموالهم اتسرقت برضه، فكده بقى هربان من المسلمين
وهربان من أهل قريش. يحتمي بمين؟ يحتمي بمين؟ كانت المدينة ساعتها أقرب مكان ليه. لجأ لمين بقى في المدينة؟ لجأ لحبيبته السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الفجر زينب سمعت الباب بيخبط، وإذا أبو العاص واقف قدامها، جوزها وحبيبها وأبو عيالها. فرحت جدا وفكرت إنه أسلم وهاجر للمدينة، فسألته: يا أبا العاص أجئت مسلما؟ قال لها: بلى، لقد جئت هاربا. قالت له بصوت فيه استعطاف كده: هل لك أن تسلم؟ قال لها: لا أسلم خائفا. فقالت له بيأس كده: أهلا ومرحبا بك يا ابن الخالة. قعد وسألته إيه اللي حصل، حكى لها كل حاجة وقال لها: أنا خايف من أصحاب محمد وخايف من أهل قريش، لو دول شافوني هيقتلوني ولو دول شافوني هيقتلوني. المهم قالت له يهدى، وطلعت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت ده بيصلي الفجر. نادت وقالت: يا أيها الناس إني أجرت أبا العاص، إني أجرت أبا العاص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي سمع الصوت، فحس إن هو محرج، مش عايز السيناريو ده يحصل. حس إن بنته أحرجته وهو سيد الخلافة صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص صلاة لف لأصحابه وقال لهم: إني لا أعلم شيئا إلا أني سمعت ما سمعتم، يعني أنا لسه معرفش حاجة. فندى على السيدة زينب رضي الله عنها، قالت له: يا رسول الله، إن أبو العاص إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وإني أجرته يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم راح باصص للصحابة وقال لهم: يا أيها الناس، إن هذا الرجل حدثني فصدق ووعدني فأوفى، فإن أعطيتوه ماله وتركتوه يذهب فهو أحب إلي، وإن رفضتم فالحق لكم ولا ألومكم عليه. لأن كان في اتفاق بين أهل مكة والمسلمين ساعتها إن اللي هيقع في إيد التاني له حق التصرف في المال بتاعه زي ما هو عايز. وبالفعل الصحابة قالوا له: نفعل ما تحب وترضى يا رسول الله. ادوا له المال بتاعه وكل حاجة كانوا واخدينها منه. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد أجرنا من أجرت يا زينب. فبكت السيدة زينب من الفرح ساعتها، فقربت من أبو العاص وقالت له: يا أبو العاص، أما رق قلبك؟ ما لك بكل هذا العذاب؟ أما رق قلبك للإسلام؟ أولا تسلم وتعيش معنا؟ قال لها: والله لا أسلم وأنا على ضعف، كي لا يقول العرب أسلم لأنه خائف. سكتت السيدة زينب بكل حزن، لأن آخر أمل كانت متعلقة بيه بيروح قدام عينيها، وحبيبها وأبو عيالها هيسيبها للمرة التانية من غير ما يأسلم ويقعد معاها. لكن الحكاية ما خلصتش على كده. خد أبو العاص البضاعة والمال بتوعه وطلع على قريش، وبعد ما وصل واداهم أموالهم والأمانات بتاعتهم نادى فيهم وقال لهم: أيها الناس، أو فيكم أحد لم أرد عليه أمانته؟ أو فيكم من لم يأخذ ماله؟ قالوا له: لا والله، يعني كده كتر ألف خير. قال لهم: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو العاص أسلم؟ ده من كبار تجار قريش. ذهول إزاي بس يأسلم. المهم خد أغراضه وكل حاجة وبدأ رحلته في الهجرة، ووصل المدينة في نفس الوقت اللي راح فيها وهو هربان، يعني كان قبل الفجر كده. دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب سيدنا محمد. قال له: يا رسول الله، البارحة أجرتني واليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفضلوا يكبروا ويهللوا وياخدوه بالأحضان. بعد الترحيب والتسليم والتهليل قال له برقة كده زي ما قال أهل العلم، قال له: يا رسول الله، تأذن لي أن ترد إلي زينب؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال. ومسكه بإيده الشريفة صلى الله عليه وسلم لحد بيت زينب. خبط النبي عليها ففتحت زينب، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قدامها وفي إيده زوجها أبو العاص. السيدة زينب كانت مندهشة من المنظر، وقال لها: ابن خالتك جاء اليوم مسلما وطلب مني أن ترجعي، فهل تقبلين؟ فرحة ما بعدها فرحة. فابتسمت واحمر وجهها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنها عايزاه وهو عايزها. ورجعوا لبعض بعد معاناة غريبة، حروب وسيناريو غريب. عاشوا مع بعض أحسن سنة في حياتهم وهم مسلمين، وبعد سنة ماتت السيدة زينب رضي الله عنها. بيقال إن أبو العاص بكى عليها أكتر من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. حتى الناس كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيهون على أبو العاص موت زوجته، عمال يمسح في دموعه من كتر ما بكى على زينب. وقال له: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق العيش بعد زينب. عاش بعدها هو كمان أقل من سنة وبعدين مات رضي الله عنهم جميعا. وبس كده، لو عجبك الفيديو لايك واشتراك عشان تشوف كل جديد. سلام.